بص يا عم تريزيجيه، احنا خلصنا فيك كل الكلام. بص انا هعمل لك كده واعمل لك كده. شكرا يا تريزيجيه، شكرا يا تريزيجيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا اخواتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. واحب ابدا كلامي طبعا بصلاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا ريت تصلوا على النبي في الكومنتات قبل ما ابدا اي كلام. ومش عايزين ننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم ويرفع رايه الاسلام والمسلمين ويرحم امواتهم وامواتنا اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شفنا مباراه النهارده، تحسبها فنيا يعني لحد نص الشوط الثاني. بتحس ان هي مباراه ممله فنيا. انت مش حاسس ان انت حاسس ان المباراه قليله جدا بالنسبه لك. انت حاسس ان في المنتخب يقدر يلعب اكتر من كده. ده بند. البند الثاني، الكرة نزلت على رجل تريزيجيه، ما رحمهاش بعد عرضيه عالميه من زيزو، بتخبط في الدفاع موريتانيا، بترجع لتريزيجيه اللي ما سماش عليها، شد الاجزاء ودانا. بعد دانا قناصه حطها، حطت معلمين، حطت معلمين تريزيجيه يا جدعان. حرام انه ما جاش الاهلي. والله العظيم انا حزين حرفيا انه ما رجعش الاهلي. لو كان جه الاهلي حتى لو اعاره موسم كان هيخرب الدنيا تريزيجيه. كان اجعصها من اجعصها جناح محترف. لو هجيب انا جناح محترف بقد كده، لا انا اجيب تريزيجيه. تريزيجيه كان اضافه قويه جدا للنادي الاهلي باي شكل وباي ثمن، باي شكل من الاشكال. تريزيجيه يا جماعه لا يعلى عليه. ده اول حاجه. تاني حاجه، محمد صلاح اللي اتسرق بعد طوليه من مروان عطيه لمحمد حمدي، اللي بيعملها عرضيه ارضيه تروح لمحمد صلاح اللي جاي بسرعه القطر، راح حطها. خلاص هو رايح، الدنيا كلها مفتوحه قدام منه، السكه سالكه، بيروح يحط جون براحته خالص. عندك منتخب يعرف ازاي يكسب. عندك منتخب الفنيات بتاعته ما كانتش افضل حاجه لحد نص الشوط الثاني، لكن عندك منتخب يقدر ان هو يكسب. عندك منتخب بيقدر ان هو يعمل قدام منتخب كان مستسلم تماما للامر. ما شفناهوش غير في اخر 5 دقائق تقريبا، او في اخر 10 دقائق لما جات له الركنيات الكتيره قدام مرمى منتخب مصر. لكن غير كده تقريبا موريتانيا انا ما افتكرلهاش حاجه غير في اخر 5 او 10 دقائق اللي انا بقول لك عليهم دول. عندك منتخب زي ما بقول لك بيعرف ازاي يكسب. مرموش اللي عارفين التطبيل والهشك بشك. الناس اللي هتطلع تقول لك ايه، قلت لك والهبد والهقص والبتاع، قلت لك ان مرموش ده ملوش اي اضافه، ان مرموش ده ملوش اي وجود. مرموش اهميته في المنتخب كاهميه محمد صلاح بالظبط وتريزيجيه. تقول لي ازاي يا عم ده مرموش ما كانش. تعال شوف النهارده محمد صلاح باستثناء الكرة اللي اتسرق بيها بسرعته وكان الدفاع نايم فيها. محمد صلاح بتبص تلاقيه مضغوط عليه ب3. تريزيجيه نفس الكلام. عمر مرموش بقى نفس نسخة طبق الأصل. مين أهم لعيبة في المنتخب إن أنا أقدر أمسكها عشان ما مرموش؟ محمد صلاح، تريزيجيه. لان ليه مرموش؟ هتقول لي يا عم انت بتهجص ليه مرموش اللعيبه دي كلها تمسكوا، او 3 لعيبه او اللاعبين يضغطوا عليه؟ عشان مرموش دلوقتي من افضل اللاعبين اللي عامله مساهمات في الدوريات ال5. من افضل اللاعبين اللي عاملين مساهمات تهديفيه حتى الان في الدوريات ال5. من افضل اللاعبين. فلك ان تتخيل بالمنافسه مع ليفاندوفسكي. انت عارف مرموش بينافس مين؟ بينافس ليفاندوفسكي. يعني لك ان تتخيل نجم برشلونة. فلك ان تتخيل انت بتتكلم على مين؟ على قيمة كبيرة جدا، واحد هدافين الدوري الالماني في الوقت الحالي. بتتكلم على لاعب في المنتخب، يعني ان شاء الله باذن الله على المستوى الفردي او على مستوى الانجازات، هو مش زي انجازات محمد صلاح، بس على مستوى الانجازات، على مستوى الثقل الفني في الملعب هو نفس امكانيات محمد صلاح، او كاضافه محمد صلاح. لكن باذن الله تعالى ربنا يكرمه ويكون على الانجازات الفرديه نفس انجازات محمد صلاح في الفتره الجايه باذن الله تعالى. لكن احنا بنتكلم ان احنا عندنا بنذبح اللعيبه كرويا. تعالى يا عم، مين ده؟ مين بيلعب؟ واللي مروان عطيه يا جماعه، اللي الناس برضو كانت بتقطع فيه وتقول عليه ده ترس منتخب مصر والنادي الاهلي. ترس، حرفيا ترس وسط ملعب منتخب مصر والنادي الاهلي. مروان عطيه اللي بيبصم على كل كوره
انا في ناس بتقول لي هو مروان عطيه ده احنا في كل حته بشوفه بالاهلي وبشوفه في المنتخب، لا خلاف عليه يعني، ما تقدرش تستغنى عنه. ليه يا عم ما اقدرش استغنى عنه؟ لانه اضافه كبيره جدا، بيقدر يبصم على كل كره طوليه بتطلع لازم تعدي، كل كره كل هجمه رايحه للمنتخب او للنادي الاهلي لازم بتعدي على مين؟ على الترس مروان عطيه، وروح سلم. مفسد الهجمات، قاطع للكرات، واحد في نص الملعب، ثقل كبيره جدا. فده احنا بنتكلم على منتخب مصر بس، انا بكلمها هتقول لي ايه يا عم هم دول بس هم اللي لعبوا في المنتخب؟ لا، اللعيبه كلها كانت النهارده على مستوى كبير جدا، لكن برضو مش دي الاختبارات الكبيره معاك، مش دي الفرق اللي احنا نبني عليها معاك. التصفيات ديت انا مش شايفها حاجه. احنا خلينا في النهائيات، هي دي اللي هتثبت كفاءه، وهتبدا تلعب بقى مع فرق كبيره. نيجيريا، ساحل العاج، تلعب مش عارفه مع الكاميرون، مع فرق كبيره جدا. فهو ده من هنا هتثبت او هتشوف فعلا قوه منتخب مصر او لا. بس انا بشوف ان منتخب مصر بيقدر يلعب وبيعمل مباريات كبيره قدام الفرق الكبيره. بس برضو انت شايف فرقه هجوميه قويه جدا على المستوى الهجومي، منتخب مصر لا محاله ومحدش يقدر يتكلم عليها تماما. ان شاء الله يا ربنا، ربنا يوفق المنتخب في الفتره اللي جايه ويكون افضل باذن الله تعالى. شايفين بوادر تفتح النفس، يا رب يفضل المنتخب على كده. وشايف نقص كبير في جماهير، عدم حضور جماهيري، سببه ايه مش عارفين. عايزين دعم المنتخب الفتره الجايه، عايزين نشوف المنتخب بيوصل لأبعد الأماكن أو بيوصل لأبعد الحدود عشان نقدر نبني، نشوف منتخب يليق بمنتخب مصر كما كان من قبل. سلام.